انا استعر منك وانا ماشيه في الشارع، استعر منك. الناس بتبص لي على ان بنتي عانس. عارف يعني ايه عانس؟ يا ام 40 سنه. ايه مش حاسه ولا ايه بنفسك؟ ايه ده اخويا جه؟ قلب اخوك عامل ايه يا مروان؟ شوف البومه اللي ما اتجوزتش من النهارده. مين دي يا حبيبي؟ شوفها. اشوف مين؟ اختك. مالها في ايه؟ مش عايزه تتجوز دلوقتي وانا هتجوز بعد بكره. استغفر الله العظيم يا رب. تعالى بس تعالى. هتجوز بكره. امك فين؟ اخوكي جالك اهو، يا اللي كبرتي وعنستي يا ام 40 سنه. تعالى يا حبيبي. تعالى. ايه يا امه في ايه؟ تعالى شوف القرف اللي انا فيه ده. ايه يا امه في ايه بس؟ في ايه يا اختي؟ في ايه يا ماما؟ في ايه يا ماما؟ انت كبرتي وعنستي وبقى ليلتك بقت سودا، الناس يقولوا ايه علينا؟ بنتك عنست في الراحه والجايه، بنت خالك يا اختي اتجوزت، وبنت عمك اللي وشها مهبب والكوع متنيل اتجوزت اخرى وجوزها جايب لها عربيه مترين، وانت يا اختي كل ما حد يخبط على بابك مش عايزه مش عايزه. مش مناسبين يا ماما، مش مناسبين. مش مناسبين؟ عايزاه ايه يا اختي؟ عريس تفصيل؟ روحي يا اختي للنجار قولي له عايزه عريس تفصيل يمكن يعرف يعمل. مش تفصيل يا ماما، بس حد يكون مناسب معايا. يعني ايه يا اختي مناسب؟ يعني التخين اللي بيجي لي وحد طويل قوي وحد قصير قوي، ازاي دول يعني اتجوزني؟ يا حول الله يا رب. تخين ايه يا اختي وقصير ايه؟ هو الراجل يعيبه غير جيبه؟ ما دام يا حبيبتي يجيبه معاه عشان خلاص اهو راجل زي بقيه الرجاله، وكويس ان ما بيمدش ايده في جيب حد، بيجيب اكل وشرب بعرق جبينه. عايز ايه يا ولد؟ هي يا بومه مش قويه مناسب. يا نهار اسود. شفتي قال عليك ايه؟ هي عنس؟ ما انا عارفه يا عانس، يا اللي الحبوب بقت ماليه وشك ورجليكي بقت مشققه وسنتك سودا. من اللي هيجي يخبط عليكي انت يا بنت. بقى ده كلام يا ماما؟ بيجي يخبط ازاي اصلا لما امي بتقول لي الكلام ده واخويا الصغير؟ لا والنبي يا اختي، هو انت يا بنت مش شايفه نفسك؟ انت يا بنت مش شايفه نفسك ولا ايه؟ انت عديتي ال 40، انت ليلتك سودا. نهار طب اسود. اعمل ايه طب يا ماما يعني؟ دي بنت عمي على فكره انت امي ما ينفعش تجرحيني بالكلام ده. شايفه اخوك الصغير بيقول ايه؟ بنت عمك اتجوزت وانت ما اتجوزتيش، وسلفتي بقى في الطلعه والنازله تقول لي يا اللي بنتك عانس، يا اللي بنتك عانس. على فكره ده بني ادمه بالراحه عليا شويه، الكلام ده بيوجعني على فكره. انت بني ادمه ما بتحسيش، جالك كذا عريس، جالك كذا واحد، جالك اللي معاه والمبسوط، وانت يا اختي لا رافضه على تخين. ايه يعني يا اختي راجل تخين؟ انت يا حبيبتي هتخلليه ولا ايه؟ ما انت يا حبيبتي كلمتين حلوين منك حتى لو تخين هيروح الشم يخس وبذل فوق. فلوسه يا بنت. فلوس ايه بس يا ماما؟ يا نهار اسود. عايز ايه؟ مش انا هتجوز بنت بكره؟ انت كمان هتتجوز؟ اتفرجي شفتي؟ اتفرجي. الصغير اللي لسه في سنه رابعه بيفكر وبيقول لك انا هتجوز، وانتي خليكي عانس قاعده على قفايا عانس. خلاص يا ماما. يا حستي السودا يانا في بنتي، يا حستي السودا يانا. والله يا ماما لو قدامي حد مناسب كنت قلت ماشي. حد المناسب ده يا اختي يبقى شكله ايه؟ شكله ايه يا اختي؟ هنجيب لك واحد نفصلهولك. انا مش عاوزاه تفصيل، عايزاه حد بس مناسب معايا. يعني ايه مناسب من وجهه نظرك؟ انا عايزه افهم يعني ايه مناسب؟ يعني عايزاه شكله ايه؟ اتجوزي حتى لو واحد شكله عادي، مش الناس اللي بتجيبيهم. صغير اي حاجه. جوزي حتى لو واحد قصير. جوزي وابعدي عن امي، تعبتيني. هو انا للدرجه دي وقفت عليه؟ لا يا حبيبتي، بصت الجيران ليا في الراحه والجايه ان انا عندي بنت عروسه شحطه وما اتجوزتش. ما اتجوزتش ليه؟ يبقى فيها حاجه. الناس يا حبيبتي بيفكروش الا بالكلام الوحش. ما حدش يا حبيبتي بيظن ظن صح ولا ظن غير خير. انا بقيت كل يوم قبل ما انام بقول يا رب ياخدني علشان خاطر الكلام بتاعك ده اللي بيسمني. وانت متخيله ان ربنا لما ياخدك ما هو هيقولوا ماتت وهي عانس، برضه ما حدش هيسيبك في حاله، هتفضلي قاعده في قلبيسه حتى لما تموتي. الله يخرب بيتك. هعمل ايه يا رب؟ لا انا هروح اتصل باخوك، انا هشوف له صرفه، هشوف لك صرفه. ده انا تعبت منك، تعبت يا اختي منك. بنزلي يا اختي عند النجار اللي تحت البيت قولي له اعمل لي والنبي عريس التفصيل، اصل انا بيقولوا لي يا عانس يا محبوب ماليه وشك وشعرك يا اختي هاتك 60 نيله. شوفي الواد اسلام. يعني لما ماما بتقول لي كده الغريب يقول لي ايه؟ يا اسلام تعالى لي دلوقتي. انا لما كنت خدني قبل اليوم ده. ايوه عايزاك تعالى لي شوف صرفه في البومه دي، شوف لي صرفه فيها. يلا ما تتاخرش، تعالى دلوقتي حالا. انا ايه اللي عملته في دنيتي يا رب؟ ايه اللي عملته في دنيتي؟ بعت لي عيله وشها بقى مليان حبوب وسنتها سودا وقعدت في قرابيزي، اعمل ايه يا رب؟ طب انا اتجوزت قبل منك. لا يا اخويا بعد اذنك كفايه حرام عليكي. اتجوزت وانت صغيره. انت ليه بتعملي معايا كده؟ على فكره انا بنتك
انت وامك اللي الناس في الراحه والجايه يبصوا لها ان انا عندي بنت عانس. يا اختي يا ريتك كنت واد، على الاقل لو قعدتي على قلبي عادي هتخرجي تشتغلي وهتصرفي عليا بلا وكسه. ده العيل الصغير احسن منك، كانتك 60 نيله. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله. يا رب خدني بقى يا رب وريحني من العيشه دي. ياخدك ليه يعني؟ ليه يعني؟ ما تتجوزي على اي حد، اي حد، حتى لو قصير او كبير طويل، اي حاجه، المهم تتجوزي وتصرفي علينا، صح؟ انت معاك حق، بس انت معاك حق. لازم تتجوزي دلوقتي زي ما انا قلت لك. صح، اتجوزي زي ما انا قلت لك. انت بومه صح، شكلك معفن. ايه ده؟ يا جت عليك، ده فعلا بابا شكلي معفن. زي ما انا قلت لك. ها؟ يا ريت اسلام يجي فعلا زي ما ماما قالت له، هو الوحيد اللي بيفهمني، هو مش اخويا وابويا كمان. اخوكي جاي لك يا اختي، اخوكي جاي لك يا حيلتها، يا اللي مفكره انك انت بقى البنت الوحيده اللي هتدلعي علينا. يا ريتك اتدلعتي زي بقيه البنات انك بنت وحيده. لا ده انا مدلعاكي لحد ما قعدتي وعنستلنا. كانتك القرف في شكلك، عماله تدعي على نفسك. ربنا يا اختي ما بياخدش الوحشين يا اختي، بياخدش الا الحلوين. هو اسلام راح اتاخر ليه كده؟ والنبي كفايه بقى، كفايه. اقول لك ايه بس؟ اقول لك ايه؟ ده بنتك في ايه؟ بنتي ده انا استعر منك وانا ماشيه في الشارع، استعر منك. الناس بتبص لي على ان بنتي عانس. عارف يعني ايه عانس؟ يا ام 40 سنه. ايه مش حاسه ولا ايه بنفسك؟ ايه ده؟ اخويا جه. قلب اخوك عامل ايه يا مروان؟ البومه اللي ما اتجوزتش من النهارده. مين دي يا حبيبي؟ شوفها. اشوف مين؟ اختك. مالها في ايه؟ مش عايزه تتجوز دلوقتي وانا هتجوز بعد بكره. استغفر الله العظيم يا رب. تعالى بس تعالى. هتجوز بكره. امك فين؟ اخوكي جالك اهو، يا اللي كبرتي وعنستي يا ام 40 سنه. تعالى يا حبيبي. تعالى. ايه يا امه في ايه؟ تعالى شوف القرف اللي انا فيه ده. ايه يا امه في ايه بس؟ تعبت منها. طب اهدي بس في وحيد الله. مش عايزه تعبت تتجوز. منها. في ايه يا اميره وانا مالك؟ اتجوز تعبت بكره. استغفر الله العظيم يا رب. اهدي يا امه في ايه يا امه؟ تعبت يا ابني، تعبت. طب تعبتي في ايه يا امه؟ اهدي بالراحه. البنت تتجوز عنست. اي حد. ولاد خالك وولاد عمامك كلهم اتجوزوا ومقشفين ومعفنين. يا امه بالهداوه يا امه في شايف ايه؟ وشها بقى مليان حبوب وبقت عامله ازاي؟ اقعدي بس يا امه. تعالى اقعدي يا امه. ايه يا اميره في ايه يا أميرة؟ بس ربنا يحرق دمك يا امه انا جاي على ملا وشي يا امه. كنت سايق يا امه، كنت هعمل حادثه وانا جاي يا يا امه. في ايه حبيبي يا أمه؟ معلش ان شاء الله عدوينك. في ايه يا اميره مالك؟ في ايه؟ كده يا اسلام، تعالى هنا يعني بقى. ايه يرضيني كده يعني؟ في ايه؟ كل يوم والتاني تقعد تعيط تقولي تتجوز من بدري. اصبر يا اسكت، اخوك بيكلمها مالكش دعوه، انت خد معايا اهو. اهدي بس كده وكلميني. في ايه؟ بقت تعايرني على طول يا اسلام، ولا كاني واحده من الشارع، وتقولي وافقي باي حد. يا اميره ما انت غلطانه يا اميره. عرسان الدنيا كلها تقدموا لك يا اميره وانت بترفضي. يا يعني انت النهارده عندك كام سنه؟ مشرب نشفت ريق. عندها كام سنه النهارده؟ 40 يا اخويا، 40. يعني انت عندك 40 سنه يا اميره. ليه كده مش عايزه تتجوزي طيب؟ ما هو برضه الناس بتفهمها غلط يا اميره. اسلام كل اللي بيجوا مش مناسبين يا اسلام. على ايه؟ يعني ايه مش مناسبين ليكي يعني؟ يعني من شهر جالك ظابط، ومن قبلها جالك دكتور، وقبلها جالك مهندس، دول مش مناسبين؟ عايزه ايه يعني؟ عايزه واحد شمام من على النواصي؟ ولا انت عايزه ايه بالظبط؟ ما تفهميني دماغك فيه، ولا في حد في دماغك بتكلميه وانت متعلقه بيه؟ انا عايز افهم بس. مش حد والله. عارف عايزه ايه؟ عايزه ايه يا أم؟ عايزه واحد تفصيل يا اخويا. قلت لها انزلي عند الراجل النجار اللي تحت البيت. ثواني بس انت ياما، بقى. ثواني ياما، مش وقته ياما كلام بالله عليك. ثواني انت ياما. حاضر. انت ايه في دماغك؟ في حد بتحبيه؟ في حد بتكلميه؟ في حد كلمتيه وسابك ومشي؟ امال في ايه يا اميره؟ في اللي تيجي مش مناسبه، اللي طويل قوي واللي قصير واللي مكرش. يا بنت احنا عايزين نفرح بيك يا بنت. اي حاجه. احنا عايزين نفرح بيك يا حاجة. بنت. هو انت مفكره لما امك بتعايرك كده وخلاص؟ امك نفسها تفرح بيكي، انت مش بنتها. اخوك يكلمك. اي ام في الدنيا بتبقى نفسها تفرح ببنتها. تعايرني تقولي ان عندك 40 سنه يعني. ما هتعمل ايه؟ ما هتعمل ايه؟ امك عايزه تفرح بيكي يا اميره. انتوا عايزين تخلصوا مني مش تفرحوا بيا. بنات العيله كلها متجوزه وهم عندهم 14 سنه. ياما بعد اذنك ياما، بعد اذنك ياما، مالناش دعوه ببنات العيله دلوقتي ياما. ده نصيب في الاول وفي الاخر، ما تدخليش ده في ده. نصيب ايه يا ابني؟ نصيب ايه؟ ما الحرسان كتير اتقدمت لها وهي اللي بترفض ليه يا ابني؟ الناس تقول علينا ايه؟ عاجبك كده يعني؟ يقولوا ايه يا ابني؟ ده قولي لي ايه اللي في دماغك مش يا اميره طيب؟ ايه اللي في دماغك؟ انت محتاجه ايه طيب؟ انا محتاجه بس تسيبوني يعني شويه. يعني هو انا مش عاوزه افرح. انا مش عاوزه. اكيد عايزه تفرحي، بس مش فاهم دماغك. عرسان الدنيا كلها تقدموا لك وانت بترفضي. في اكتر من ضابط، وفي اكتر من مستشار، وفي اكتر من مهندس، وفي اكتر من دكتور تقدموا لك. في اكتر.
في ايه تاني؟ حد احس ان انا مرتاحه. انا مش طالبه اكتر من كده. استغفر الله العظيم يا رب. طب ياما بالله عليك ياما اقفلي الموضوع ده خالص ياما. هو لما يجي لها نصيبها ياما ما فيش كلام. نصيب ايه يا ابني؟ مستنيه ما يبقى عندها 50 ده سنه. ممكن يكون شيطان جواها وهي عماله تقول كده، مش شيطان عمال اتفرج على العيل الصغير. بس يا مروان قلت لك اسكت. طيب استغفر الله يا اميره بالله عليك. اي عريس يجيلك اقعدي معاه واتكلمي معاه، ما ارتحتلوش ارفضي لعله خير. لكن مش من اول ما يجي العريس لا انا مش هقعد، لا انا مش قابلاه من اول ما دخل عليا ما اعرفش ايه. هو انتوا قعدتوا مع بعض؟ انتوا اتعرفتوا على بعض؟ مش في حاجه اسمها فتره خطوبه؟ ما الخطوبه دي اتعملت ليه؟ مش عشان نتعرف على بعضينا ونفهم بعض. ارتحتوا كان بها، ما ارتحتوش كل واحد يروح لحاله. لكن انت ما بتكمليش ده ولا بتستقبلي الشخص اللي داخلك اصلا، بترفضي من بره. ليه يعني؟ استغفر الله العظيم يا رب. انا بقى تعبت خلاص. تعبت وحطيت ياما انا هاخدها تقعد عندي ياما اسبوع ياما تغير جو كده ياما، ممكن يكون في حاجه ياما فانا هقعد اتكلم هي معاك. مراتك هتسيبها الموضه في حالها؟ انت وانا مراتك للدرجه دي ما بقتش حابه. انت مش حكايه كده، انت حكايه ان انت حتى لو رحتي عند مرات اخوكي هتقعد تقول لك يا عانس يا عانس وهتضايقك. ازاي يعني ياما تقول لها يا عانس؟ هتقول لها يا ابني، هتقول لها وانا مش موجود يعني ياما؟ لا هتقول لها وانت مش موجود وهتحرق دمها، وهي عارفه كويس هتحرق دمها. عاجبك كده يا اميره؟ هي انت عارفة. بتعيطي ليه دلوقتي؟ انت بتعيطي ليه؟ هي ما وراهاش الا العياط، تقول لها حاجه تقول لك مش والله عارف العظيم يا رب. ياما بالله عليك اقفلي الموضوع ده ياما ونبطل كلام كتير ياما. ما هو برضه انت كده بتجرحيها ياما. جبتك يا عبد المعين تعني. ازاي يعني ياما تجرحي بنتك؟ انت هتعايري بنتك ياما. اجرحها بايه يا ابني؟ ايوه ما انت اسمها كده، انت كده ياما معايره وبتجرحيها بكلامك يا ابني انا بقول لها على حاجات موجوده فيها، وانا بقول لها على حاجه مش موجوده فيها. انا بقول لها على موجود فيها. ياما نصيبها هيجي لها، كل واحد ربنا كاتب له نصيبه ياما. احنا مش هنجبرها على حاجه هي مش حباها. لما نجوزها وتطلق وتجي لنا ثاني يوم ياما نقعد بقى احنا في وش بقى راحت كده وجت متطلقه ياما. الناس مش هتسيبنا في حالنا. بقيت اقول لها بتبدل الموت كل لحظه. اهدي بس يا اميره ان شاء الله خير، وانت صلي استخاره كده وان شاء الله ربنا يكرمك بابن الحلال. معلش يا اميره معلش ما تزعليش من امك يا اميره. يا اصبر يا انت عارفه يا اميره امك يا اميره بتبقى نفسها تفرح بيكي يا اميره غصب عنها برضه. والله نفسها تفرح بيكي، كل يوم بتكلمي تقول نفسي افرح باختك يا ابني وتقعد تعيط لي في التليفون. هي غصب عنها برضه يا اميره. ياما بعد اذنك ما تتكلميش مع اميره في اي حاجه ثانيه ياما. بلاش جو المعايره ده ياما، ده بنتك ياما مش واحده من الشارع. هي خدتها بالمعنى ده خلاص بقى مش هتكلم. والله العظيم يا رب. ولا هتكلم ولا هقول حاجه. ياما ما تزعليش ياما منها ياما خلاص، هي برضه غصب عنها برضه ياما. احنا مش هنجبرها على حاجه هي مش حباها. يا ابني في حاجه اسمها بتجبرها على حاجه. هو ايه يعني؟ ايه يعني تطلع عيب في راجل تخين ولا قصير؟ هو الراجل يا ابني بيعيبه حاجه؟ لا الراجل بيعيبه حاجه؟ ما دام راجل بيصرف على بيته وبيخرج يشتغل يعيبه ايه اللي يعيبه؟ العيب يبقى عندنا احنا. العيب فينا احنا. شكلك كده ياما في عريس في دماغك وانت عايزاه ومش عايزه تقولي. ما تيجي سكه دغري كده ياما، في حد في دماغك؟ ايوه بصراحه مش هكدب عليك. مين ياما؟ في ايه؟ اخر عريس جالها المهندس. هو ده وحش؟ طب يا بنت المهندس ده مش عاجبك؟ قعدت معاه؟ تقول لك تخين. مش هتوه خلاص. انت قعدتي معاه. عايزين تخلصوا مني خلاص يا بنتي مش عايزين نخلص منك، عايزين نفرح بيكي. اقعدي وياه اتكلمي معاه يتكلم معاكي. مش في حاجه اسمها فتره خطوبه. خلاص يا اتعرفي عليه. ده انا موافقه خلاص. يعني ايه قولوا لي انتوا موافقه؟ مش في خطوبه وفي قعده تعارف؟ سيبك من كل ده، كل دي شكليات. لا مش شكليات. شكليات ايه يا خلاص بنتي؟ يا امي انا موافقه. لا مفيش حاجه اسمها انا موافقه. انت تقعدي معاه وتتكلموا مع بعض. تقبلتيه خلاص، ما قابلتوش خلاص برضه. حاضر. وبعدين يعني انتوا الاثنين يعني. وزي ما شفتوا معانا يا جماعه، ينفع للام بتعمله ده؟ انتوا شايفين ايه يا جماعه؟ ام بتعاير بنتها عشان خاطر ما اتجوزتش. طب هي ذنبها ايه؟ يعني ايه عندها 40 سنه؟ ده في بنات بيبقى عندها 45 سنه وما اتجوزتش لحد النهارده. ازاي ام تعاير بنتها عشان خاطر ما اتجوزتش؟ انتوا شايفين ايه يا جماعه؟ اللي ام بتعمله في بنتها ده صح ولا غلط؟ يعني احنا دلوقتي هنموتها عشان خاطر تتجوز؟ هي مش قابله الشخصيات اللي بتجيلها، ليها حاجه في دماغها، في حاجه في دماغها معينه، وده نصيب في الاول وفي الاخر. انت ربنا كاتب لك هتتجوزي بكره او السنه الجايه او السنه اللي بعدها، وكاتب لك مش هتتجوزي خالص. انت تعايري بنتك ليه؟ ليه تعايري بنتك يعني؟ انت شايفه ان ده صح؟ انا مش حكايه شايفه ان ده صح، انا شايفه ان بنتي انا عايزه افرح بيها. يا ستي هتفرحي بيها باوانها، ربنا كاتب لها وقتها. انت يعني مبسوطه من جواكي لما تعايري بنتك وتقولي لها يا ام 40 ويا اللي عنستي؟ لا مالناش دعوه بكلام الناس اللي يقول ما ده جيت عرست بقول احنا هنتكلم ونقول كلام غلط. انا مش دي بنتك ياما.
لا انتوا شايفين ايه يا جماعه من اللي حصل ده؟ مستني رايكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك ومشاركه عشان خاطر يوصل لكل ام بتعاير بنتها انها لسه ما اتجوزتش لحد النهارده. اوعي تعايري بنتك، نصيبها مكتوب، بنتك تشيلها فوق راسك. احنا مش هنتبر منهم يعني. السلام عليكم يا جماعه، وما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات، ومستني رايكم في الكومنتات. السلام عليكم. وانت يا بنتي انا هجيب لك عريس عينيه حوله.